السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم مرة أخرى على قناتي مطبخ حسن الخلوف. إن شاء الله اليوم غادي نحضر معكم كيك رولي أو سويس رول بجوج نكهات وجوج أشكال مختلفين. طريقة جد بسيطة وسهلة خصوصا للمبتدئات اللي ما كينجحش معاهم السويس رول أو الكيك رولي. غادي نحضروه اليوم بطريقة جد سهلة ومبسطة بمقادير جد مضبوطة وجينواز اللي هي سهلة وجد ناجحة. أول مرة كنشاهد القناة ما تنساش اللايك والاشتراك وندوزو نشوفو الطريقة والمقادير. في الجينوز الاولى غادي نستعملوا 4 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، عندي 120 غرام ديال الدقيق، 120 غرام ديال السكر سنيده، 2 معالق كبار ديال الزيت و2 معالق كبار ديال الحليب. هادو اختياريين ولكن هما اللي كيطريونا الجينواز وكتجي رطبه معنا. اول حاجه غادي نتاكدوا باللي البيض يكون بدرجه حراره المطبخ، يعني غادي نخرجوه من الثلاجه بواحد الوقت كافي، واذا كان بارد غادي نوضعوه في شويه ديال الماء سخون حتى ياخذ درجه حراره المطبخ، خصوصا دابا ملي كيكون الحال بارد. غادي نضيف هنايا الساشي ديال الفاني، غادي نكهو بالفاني، قبيصه ديال المليحه. غادي نستعملوا 4 ديال البيضات كبارين اولا الحجم ديال المتوسط. عندي 120 غرام ديال السكر سنيده، ما يعادل كاس ديال العنبه ناقص الصباع، يعني اللي ما عندوش الميزان ف 120 غرام ديال السكر سنيده كتجي كاس ديال العنبه ناقص الصباع، و 120 غرام ديال الدقيق فكتجي كاس ديال العنبه غامر. من بعد ما كنطلعوا البيض مع السكر مزيان، يعني المده ما تقلش على 10 ديال الدقائق ديال التطريب، فهنايا كنضيف 2 معالق ديال الحليب وديال الزيت كما كتشاهدوا. كنطرب غير بشويه، واخا هنايا استعملت الطراب اليدوي ولكن كنطرب غير بشويه، يعني الطراب اليدوي عندي الحجم ديالو صغير. غادي نبدا نغربل الدقيق، غادي نضيفو على 2 مراحل. 120 غرام ديال الدقيق كنضيف على 2 مراحل. هنايا فقط كنستعمل غير نصف ديال الساشي ديال الخميره، ما كنستعملش الساشي كامل، استعملت غير النصف. ضروري ما كنغربلو الدقيق باش ما كيتكورش معنا في العجين. كنبداو نخلطوا الدقيق في العجين كما كتشاهدوا من الاسفل للاعلى، وكنتاكدوا دائما باللي ما كاينش شي كويرات ديال الدقيق اللي كيطيحونا من الاسفل ديال الاناء. هنايا ضفت الدفعه الثانيه من الدقيق، واخا يعني كتشوفوا الفيديو مسرع ولكن انا كنخلط غير بشويه، غير فقط كنسرع الفيديو باش ما يجيش الوقت ديالو طويل بزاف، ولكن في الحقيقه انا كنخلط غير بشويه. كما قلت لكم كتاكدوا من اللي ما كاينش الدقيق في الاسفل. هنا من بعد ما خلطت الدقيق تماما، فانا عندي هنا الطاوه ديال الفرن ايتيمات. الطاوه القياس ديالها هو 38 سنتيم على 40 سنتيم. فرشت لها الورق الغذائي، فضروري من هذا الورق الغذائي هذا في هذا السويسرول هذا كنفرشوها بورق غذائي، وكنصبوا الخليط كامل في الطاوه. والفرن دائما شاعل على 180 درجه، كنقصوا له 160 او 170 درجه، مشعل من الاسفل ومن الاعلى. هنايا كنساوي الخليط ديالي باش كيجي السمك ديالو في نفس الحجم. كنساوي الخليط ديالي في الطاوه كامله باش كيجي نفس الحجم، يعني ما كتجيش جهه طالعه او جهه غليظه وجهه رقيقه. وكندخلو مباشره للفرن، كنحسبوا له من 8 حتى 10 دقائق فقط لا غير. الفرن كما قلت لكم يكون شاعل من الاسفل ومن الاعلى. كنوضعوا الطاوه في الوسط، وما كياخذش معنا اكثر من 8 حتى 10 دقائق على اعلى توقيت. هنايا من بعد ما خرجته فكنخلي حتى كيبرد لي شويه، يعني ما كنحيدش الورق وهو باقي سخون لان العجينه كتكون حساسه. كنخلي حتى كيبرد شويه، من بعد كنبدا كنرشو بشويه ديال السكر كلاصي باش ملي نروليه ما يلتصقش مع بعضه. هنايا كنقلبو وكنبدا نحيد الورق غير بشويه، يعني كيزول بكل سهوله، غير خصكم شويه ديال الخطر. هنايا كما كتشوفوا كيزول الورق بكل سهوله. يعني المبتدئات اللي ما كينجحش معاهم هذا الكيك هذا، فلا تبعتوا المراحل خطوه بخطوه اكيد غادي ينجح معكم ان شاء الله هاد المره. كنقلبوا عاود مره ثانيه، وهنايا عاد غادي نبدا نروليه، يعني حتى كنحيدوا الورق كنتاكدوا باللي زال تماما. كنبداو نروليه على هذا الشكل.
صافي هنايا غادي نحتفظ به جانبا، وغادي ندوزو باش نحضروا الجينواز الثانيه. انا هنايا حضرتها بنفس الطريقه اللي حضرت بها الجينواز الاولى. هنايا كنضيف 2 معالق ديال الحليب و2 معالق ديال الزيت، هادو كيطريونا الجينواز وكتجي معنا رطبه اكثر. غادي نبدا هنايا نضيف الدقيق، غير الدقيق ما غادي نستعملش عفوا 120 غرام فقط، غادي نستعمل غير 90 غرام، والباقي غادي نعوضو بالكاكاو. يعني الا قصتوا 2 معالق ديال الدقيق فغادي تعوضوهم ب2 معالق ديال الكاكاو، كتبقى نفس الكميه. غير كنعوضوا 2 معالق ديال الدقيق ب2 معالق ديال الكاكاو، وضفت معاهم نصف الساشي ديال الخميره الحلويات. وغادي نبداو نخلطوا ونمزجوا الدقيق مع الخليط ديال البيض بنفس الطريقه اللي مزجنا به الخليط الاول من الاسفل للاعلى، وكنتاكدوا غير بشويه، وكنتاكدوا بلي ما كاينش كويرات في اسفل الاناء. هنايا كنضيف الدفعه الثانيه ديال الدقيق والكاكاو. فملي كتكون عندي 120 غرام ديال الدقيق فانا كنقسمها على 2 مراحل، ما كنخويش الكميه في دقه باش ما كطيحناش البيض. هنايا من بعد ما خلطت الخليط فنفس الشيء الطاوه عندي القياس ديالها عفوا 40 سنتيم على 38، الطاوه ديال الفرن ايتيماد، فرشتها بورق الطبخ وكنفرغ الخليط. والفرن دائما كيكون ساخن، تاكدوا بلي الفرن عندنا ساخن ما يكونش بارد، 160 170 درجه مشعول من الاسفل ومن الاعلى. وكنوضعوا الطاوه في الوسط وما نحسبوا لا شي اكثر من 10 دقائق فقط، 8 10 دقائق لا غير. لان الجينواز السمك ديالها رقيق ودغيا كطيب. هنايا من بعد ما حيدت الورق فانا رشيته بالسكر كلاصي بنفس الطريقه اللي استعملت في الجينواز الاولى باش ما كيلتصقش من بعد ما كنروليه. وهنايا غادي نروليه بنفس الطريقه وغادي نحتفظ به جانبا، وندوزو لمرحله التزيين. اول حاجه غادي نطرب الكريمه. عندي هنا تقريبا كاس ونص ديال العنبه ديال الكريمه السائله، انا استعملت هولالا تقريبا 300 عفوا مليلتر ديال الكريمه. واللي بغى يعبر بكاس العنبه فانا استعملت كاس ونصف. فالكريمه ضروري ما تكون بارده جدا في الثلاجه، يعني نخليوها تقريبا ساعه حتى 2 ساعات في الثلاجه تبرد مزيان. هنا غادي نضيف واحد العلبه ديال الجبن بيرلي، فكتعطينا مذاق وقوام رائع لهاد الكريمه. وغادي نطرب الكريمه ديالي كما قلت لكم تكون بارده. فهاد الجبن كيعطينا قوام رائع لهاد الكريمه كما قلت لكم. نطربوها حتى تعقد معنا، ومن بعد غادي ندوزو نمونطيو الكيك رولي او سويس رول ديالنا. هنا انا ما سقيتش هاد الكيك، الا بغيتو تسقيوها فكتحضروا سيرو بنكهه اي نكهه كتفضلوها، سواء نكهه الفاني او نكهه الحامض، وكتسقيو بها هاد الجينواز. غير هي كتجي الصراحه رطبه ما محتاجيش تسقيوها. هنايا كنبدا نمونطي في الحلوى ديالي. كان يعني كنوضع واحد الكميه لا باس بها ديال الكريمه، كنوزع الكريمه بشكل متساوي على كامل الجينواز. يعني كنستعملوا كنحتفظوا بواحد الكميه اللي غادي نزينوا بها الوجه ديال السويس رول، والباقي فاحنا كنوضعوه في قلب الكيك. هنا قطعت الفريز قطع صغيره فغادي نوضعها على هذا الشكل. تقدروا تستعملوا اي فاكهه عندكم اولا كتفضلوها، تقطعوها قطع صغيره عفوا وتعمروا بها هذا الكيك. من بعد غادي نبدا نلف على هذا الشكل هذا، كنلفو غير بشويه باش ما تطرطقش معنا الجينواز. كنضغطوا واحد شويه، يعني ما كنضغطوش بزاف، كنضغطوا غير واحد شويه باش كتلتصق مع بعضها. ومن بعد غادي نروليها بهذا الورق وغادي نوضعها في الثلاجه باش تبرد. كنخليوها تبرد شويه في الثلاجه على بال ما نزينوا الوجه ديالها. هنايا غادي ندوز باش نحضر الكريمه ديال الجينواز الثانيه، نفس القياس اللي استعملت في الجينواز الاولى، كاس ونص ديال الكريمه او ما يعادل 300 مليلتر. كريمه تكون بارده. هنايا ذوبت واحد 150 غرام ديال الشوكولاط اسود وخليته حتى دفا، يعني ما يكونش ساخن، يبرد تماما. ومن بعد كنضيفوه على الكريمه وكنطرب بالطرب الكهربائي حتى كطلع لي كريمه. غير حنا ما نطلعوهاش اكثر من القياس، يعني حتى تجمد وتولي كتولي القوام ديالها يعني طالع بزاف، يعني كخصو القوام ديالها شويه يبقى كريمي، ما نطلعوهاش اكثر من القياس. فملي كنبداو نطربوا الكريمه
فكتبقى طاير كما كتشوفوا. فمن بعد ما كنطرب الكريمه، يعني ما كنطربوهاش اكثر من القياس حتى كتجمد، كنخليو لها شويه القوام ديالها كريمي. كنحتفظوا بواحد الكميه صغيره اللي غادي نزينوا بها الوجه ديال الكيك، والباقي كنسرحوه على وجه الجينواز كما كتشوفوا في الصوره. تقدروا كما قلت لكم تسقيو هاد الجينواز هذه اللي حضرناها بالكاكاو، تقدروا تسقيوها بالسيرو ديال القهوه. هنا عندي بسكوي قطعته قطع صغيره، الا بغيتو تستعملوا اوريو فكيجي الصراحه احسن، قطعته قطع صغيره. تقدروا تزينوها بالمكسرات ببيبي دو شوكولا، يعني اي حاجه كتفضلوها. قطعته قطع صغيره وسرحته في قلب كريمه، وغادي نرولي اولا غادي نلف السويسرو ديالي كما شاهدتوا، وغادي نوضعو في الثلاجه يبرد على بال ما نزيلو الوجه ديالو. هنا الكيك الاولاني فانا جبدته من الثلاجه، درت له الوجه ديالو بالكريمه، ومن بعد يعني كنستعمل هاد الحركه اللي شفتوا، يعني واحد القطعه ديال ورق الطبخ كنمررها على الوجه ديال الكيك باش كتعطيني واحد الشكل متناسق ومتساوي كما عاد تشاهدوا في الصوره. قطعه ديال الورق الطبخ فكنمروها بهذا الشكل هذا اللي كتعطينا واحد الوجه متساوي. هنا دوبت تقريبا واحد 150 غرام ديال الشوكولات اسود، انا استعملت ماكاو. ضفت له واحد نص كاس ديال الحليب، وكنحرك على هذا الشكل حتى كيمتزجوا لي مزيان وكيتخلطوا. فهذا هو الكاناج اللي غادي نستعملو باش غادي نزين الوجه ديال الكيك او السويسرول اللي حضرناه بالكاكاو. فكنخلطوه مزيان حتى كيتجانس، ومن الاحسن تصفيوه باش ما كيبقاوش فيه الحبيبات، ونخليوه شويه حتى كيدفى. يعني ما كنستعملوش هو ساخن جدا باش ما يطيحناش الكريمه ديال الكيك. كنخليوه يدفى شويه. اول حاجه غادي ناخذ شويه من ديك الكاناج وغادي نزين به هذا السويسرو الاولاني اللي حضرنا بهذا الشكل هذا. يعني كنستعملوا بوش او لا غير بلاستيك غذائي عادي. هنايا كنوضع عريضات كما كتشوفوا بهذا الشكل، يعني طريقه جد بسيطه عفوا، وما كتاخذش معنا شي تقنيه اولا شي ادوات. زينت هنايا بديل الفستق كان عندي متواجد في البيت، تقدروا تحضروا تستعملوا عفوا غير كونكاسي اولا شويه ديال لوز افيلي. هنايا الفريسه بهذا الشكل قطعتها وكنزين بها على هذا الشكل هذا. كنظن يعني الصوره كتوضح اكثر. فكيكون الكيك ديالي جاهز، كيجي على هذا الشكل بسيط وسهل وناجح ان شاء الله 100%. من بعد ما دفى شويه الكاناج اللي حضرت، فانا كنصبو على هذا الشكل فوق السويسرول. يعني وضعته على 2 كؤوس، قلبت 2 كؤوس وضعت السويسرول فوق منهم، وضعت من تحت ورق الطبخ باش يعني الكاناج اللي كيطيح كنعاود نستعملو مره اخرى كما كتشاهدوا في الصوره. كنعاود نستعملو ونفس الكناج يعني اللي كيطيح لي فوق الورق، فانا هو اللي زينت به هذا السويسرول هذا اللي كتشاهدوا امامكم، اللي غادي نشاهدوا في اخر الفيديو. صافي كنغطي اي بلاصه ما تغطاتش بالكناج، فانا كنغطيها وكنخليوه حتى كيبرد باش ندوزو لاخر مرحله في التزيين. هنايا كناخذ شوكولات، يعني شوكولات اسود كما قلت لكم استعملت ماكاو. هاد الموس ديال البطاطا كنجرو على هاد الشكل هذا كما كتشاهدوا، يعني الطريقه جد سهله. من بعد ما جرته فانا زينت به. اول حاجه كنوضع هاد الخطيطات ديال الكاناج فوق هاد السويسرو اللي حضرنا بالكاكاو على هاد الشكل كما كتشاهدوا في الصوره. ومن بعد زينته بديك كما كيقولوا لها النجاره ديال الشوكولا على هاد الشكل هذا. كنوضعوها هيدا بشكل عادي، زينته بورق الذهب، وكيكون هو هذا الشكل النهائي ديال الكيكرولي او السويسرو اللي حضرنا بطريقه جد سهله ومبسطه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش اللايك والاشتراك. كنشكركم دائما على الدعم والتشجيع. الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامه.